تخيل معايا كده كوباية شاي بلبن سخنة ريحتها طالعة والسكر مظبوط. بس يا ترى بقى مين أول واحد قال أحط اللبن على الشاي؟ تعالوا بقى نحكي الحكاية. كل حاجة ابتدت من بعيد جدا، من فوق جبال التبت. الناس هناك كانوا بيشربوا الشاي بس بطريقة غريبة شوية. بيغلوا الشاي كده ويحطوا عليه شوية زبدة وملح. والله ده كان مشروب تقيل جدا، كان شبه الشوربة، وبيشربوه عشان يدفوا جسمهم من التلج. بعد كده بقى الإنجليز دخلوا على الخط، قالوا إحنا هنحط اللبن في الفنجان الأول قبل الشاي. طب ليه؟ مش عشان الطعم خالص، لأ، ده عشان الكوبايات ما تتكسرش من السخونة. يعني كان شاي بنكهة الوقاية. نيجي بقى للهند، قالوا لا لا لا، إحنا هندلع الشاي، شوية جنزبيل على قرفة على حبهان وسكر، وسموه مسالة شاي. طبعا ده بقى جزء أساسي في الطقوس دي. لما الكوباية دي بقى وصلت مصر اترحبت ترحيب الملوك. والله بقت موجودة في كل بيت مصري، في الفطار، في وسط اليوم، بعد الغدا، مع بقسماط، مع شوية قراقيش. بقت الكوباية اللي بنفوق بيها ونروق بيها، ودايما معاها بنحس بالأمان. ده كمان في رواية شعبية بتقول إن زمان المصريين كانوا بيشربوا الشاي بلبن الصبح بدل الفطار، عشان يعني يسندوا نفسهم قبل الشغل. بس الرواية دي ملهاش أي علاقة بكتب التاريخ. يعني الكوباية اللي في إيدك دي مش مجرد شاي بلبن، دي كوباية فيها حكايات من تبت الهند لحد عندنا. وما بين البق والتاني افتكر إن في حكاية هقولها لك هنا في الأكلة وما فيها.